لازلنا في رحاب سيرة خير البشر، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، المليئة بالعبر والعظات، والتي لا يمل من قراءتها ولا من سماعها. فكل مقطع من مقاطع السيرة النبوية أيها الكرام نأخذ منه العبر الكثيرة والعظات العظيمة. وصلنا إلى غزوة مؤتة أو معركة مؤتة وما تمخض عنها من نتائج، خاصة تلك التي تتعلق بالروم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجرؤوا لأول مرة أن يقاتلوا حلفاء الروم. العرب كانوا رعايا، يعني التابعين، إما للروم وإما للمين؟ للفرس. فهي أول مرة يتجرأ عربي ومسلم أن يقاتل الروم اللي كانوا ثاني أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. لكن ما كان انتصار واضح، لأن ميزان القوى غير متكافئ. يعني كانت 3000 مقابل قديش يا إخوان؟ 200,000. فما كان ميزان القوى يعني متزن. لكن خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول استطاع أن يخرج بالجيش وينسحب بدون أي خسائر. وهذا الانسحاب التكتيكي يدرس إلى اليوم في الجامعات، كيف أنه انسحب بدون أي خسائر، لأنه الخسائر بالغالب تكثر في الانسحابات، لأنه بيكون الجيش مفكك وبتكون منظومة القيادة والسيطرة فيها خلل، فيكثر القتل في الناس في الانسحابات. فعاد المسلمون إلى المدينة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال السرايا لتأديب العرب الذين شاركوا في الأحزاب. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى غدر وخيانة العرب الأعراب الذين شاركوا مع اليهود وقريش في غزو المدينة يوم الخندق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى يرسل السرايا أو يخرج بنفسه لتأديب تلك القبائل. ومن هذه السرايا سرية بني ثعلبة ومن حولهم من القبائل، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسارت إليهم فقاتلتهم فهزمتهم. في العودة، في طريق العودة، وجدوا رجلا نائما، نظروا إليه فإذا هو سيد من سادات بني حنيفة اليمامة، هو ثمامة ابن آفال رضي الله عنه. ثمامة كان كافر في ذلك الوقت، فلما رآه المسلمون أسروه وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يوثق، يعني يقيد على باب المسجد. ليش يا أخوان على باب المسجد؟ مين بيعرف ليش؟ حتى يشوف المسلمين كيف يتعاملوا، كيف أخلاقهم، كيف صفاتهم، كيف بيصلوا، يشوف كل شيء مراقبة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثمامة، ماذا تقول؟ يعني بتأسلم؟ شو رأيك؟ قال: يا محمد، إن تقتل، إذا قتلتني يعني تقتل ذا دم، إذا قتلتني وراي قبيلة طويلة عريضة بحاربوك، وإن تعفو عن شاكر، إذا عفيت عني تعفو عن إنسان لا ينسى الجميل، وإن تطلب المال، إذا بدك مصاري فاطلب منه ما تشاء. زلمة واضح. ثمامة هذا كان ناوي يروح على مكة يعتمر، وفي طريق العودة كان ناوي يأتي المدينة فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
يناوي هو بس يرجع من مكة يفوت على المدينة بحجة أنه سيسلم، فيختلي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقتله. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بدأ يراقب كيف المسلمين يتعاملوا، وبدأ المسلمون يكرموه. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرموا ثمامة، وهذا دليل على أن الرفق بالأسرى كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبل قديش 1400 سنة. اليوم هاي المعاهدات، معاهدة جنيف للأسرى وغيرها من المعاهدات كلها أخذوها من المسلمين يا إخوان. حتى إذا تقرأ بنود المعاهدة تاع جنيف المختصة بالأسرى، إنه الأسير لا يقتل، الأسير لا يعذب، والأسير كلها أخذوها من المسلمين. المسلمون أول من اهتم بالأسرى يا إخوان، أول ناس اهتموا بالأسرى هم المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يوصي جيوشه وسراياه أن لا يقتلوا أسيرا، حتى أن عمر رضي الله عنه لما جيء بأسرى إلى المدينة فوجد أسير بالشمس، فسأل آسريه ليش هذا بالشمس؟ قالوا يا عمر حتى يعترف، يعني عنده معلومات لنوع من التعذيب. قال دعوه في الفي، يعني ما تحطوه بالشمس. فرق انه غير المسلمين الذين يتشدقون حقوق الانسان ويتشدقون بالشعارات الرنانه، اكثر اناس يعذبون الاسرى. وما غوانتنامو، ابو غريب، سجون اليهود ببعيد. شوف التعذيب والتفنن بالتعذيب، وصيد نايا وكل هاي يعني، وغير السجون السريه. واليوم يعني عم يلاقوا هلا مقابر جماعيه كل يوم والتاني بسوريا، وبتلاقي عم بتفننوا علينا حقوق الانسان وميثاق حقوق الانسان. فاول من اهتم بحقوق الانسان هم المسلمون، كانوا يهتموا. حتى ان الصديق لما كان يرسل الجيوش الى الشام والعراق كان يقول لا تقتلوا اسيرا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، حتى الخوارنة اللي بيكونوا بالصوامع قال لا تقربوهم، دعوهم وما نذروا أنفسهم له. مع أن الخوارنة بالغالب طبعا مش كلهم ولكن معظمهم حاقدين بيكونوا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركينهم. فالمهم ثمامة بدأ يراقب، شاف معاملة منيحة، شاف غير ما كانت توصل له الأخبار. فكل يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه، ماذا تقول يا ثمامة؟ فيردد نفس المقولة، إن تقتل فدم. يعني أنا وراي قبيلة كبيرة، يعني بني حنيفة قبائل كبيرة، وسنرى إن شاء الله سنرى حالهم في أحوال الردة كيف كانوا يتعاملوا. يعني بني حنيفة اللي خرج منهم من خرج منهم؟ مسيلمة الكذاب. قال إن تقتل فدم، وإن تعفو عن شاكر، وإذا تريد المال فاطلب منه ما تشاء. بعد 3 أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إطلاق سراحه بدون شيء. فخرج هذا ثمامة بعد 3 أيام استقر الإسلام في قلبه، لكن ما أسلموا بالقيد حتى لا يقال جبن. فلما خرج وابتعد عن المدينة أميالا اغتسل وغير ثيابه وعاد إلى المدينة فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ثمامة لما أسلمت وأنت في الأسر؟ قال يا رسول الله لا يقول جبن ثمامة. فأسلم وخرج إلى مكة معتمرا مسلما. سبحان الله، كريح يعتمر الكافر
فخرج الآن معتمرا مسلما، فطاف بالبيت فلاحظت قريش، طبعا سيد كبير، فلما دخل مكة قريش أكرمته وأكرمت وفادته، ومعه الحرس ومعه العالم ومعه سيد. فلاحظت قريش فإذا بثمامة يكبر أو يلبي تلبية المسلمين. قريش كانت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. قريش كانت تقول، كانت تضيف على التلبية لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فثمامة لما لبى تلبية اليوم اللي احنا نعرفها هلا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فلاحظت قريش إنه مسلم الزلمة، فقالوا يا ثمامة أصبأت؟ قال بل أسلمت. فقريش انزعجت، ولكنه سيد ما في يعملوا له شيء، يعني إذا عملوا له شيء يمكن بني حيفا تقوم على قريش، فتركوه. وقريش كانت تستورد الحبوب من اليمامة، لأنه مكة ما فيها زراعة، فكانت تستورد الحبوب من وين؟ من أرض ثمامة. فلما عاد ثمامة إلى اليمامة منع الحبوب أن تصل إلى قريش، قال ممنوع أي حبة حنطة تأتي إلى مكة. فبدأت المجاعة تدب في أهل مكة، فأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد نحن أرحامك يا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أهلك يا محمد نموت جوعا. فما زالوا يستنجدون ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أرسل إلى ثمامة أن ارفع عنهم الحصار. قال والله يا رسول الله لو لم ترسل لي لما أرسلت إليهم ولا حبة حنطة. شوفوا كيف انقلب الزلمة رأسا على عقب. فبقي ثمامة مسلما إلى أن قتل على يد مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، يوم الردة. أيضا من الحوادث التي حصلت قبل فتح مكة بقليل سرية القوض. القوض يعني الجوع، والقوض قيل القوض هو أوراق الشجر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية بقيادة من؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. سرية بقيادة أبو عبيدة أرسلهم إلى عمان تقريبا، فوصلوا إلى العمان إلى البحر الأحمر. فوصلوا إلى هناك فإذا بالقبائل قد فرت. سبحان الله، لما سمعوا بقلوب المسلمين فروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال قبل هذه الغزوة قبل هذه السرية، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كانت الكفار يخافوا النبي صلى الله عليه وسلم على بعد شهر. اليوم للأسف لما تركنا ديننا وتركنا إسلامنا انقلبت الآية، صرنا نخاف نحن من الكفار مسيرة شهر للأسف. ففرت القبائل اللي في عمان، لكن المسلمين وصلوا إلى هناك طبعا مسافة بعيدة، فنفذ الطعام والشراب اللي مع المسلمين، يعني الأكل اللي مع المسلمين خلص. فبدأوا يأكلون أوراق الشجر. في الجيش كان ابن سيد الأنصار قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج. فهذا قيس ذهب فالتقى بأعرابي معه غنم، قال يا هذا أتبيعني؟ قال من أنت؟ قال أنا قيس ابن سعد بن عبادة. قال لقد انتسبت، يعني أنت أبوك أكيد ما حيخجلك. فاشترى منه قيس غنم، وشهد على البيعة بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه. فعمر اتضايق،
قال يا هذا الأعرابي، هذا المال ليس لقيس، هذا لأبيه. فقال الرجل: ما أظن أن أباه يغفر جواره، يعني ما أظن أن أبوه يبخعه. فاشترى أول يوم يذبح ويطعم الناس، ثاني يوم وعمر متضايق إنه هذا عم بيصرف في مال أبوه، فذهب إلى أبي عبيدة قال لأبي عبيدة: هذا عم بيصرف في مال أبوه، عم بيشتري غنم كل يوم والثاني من مال أبوه، بك أبوه مش سامح. فنهاه أبو عبيدة أن يشتري غنم آخر. سبحان الله، في هذه الأثناء يلقي الله تبارك وتعالى حوت عظيم، يعني سمكة عظيمة على شاطئ البحر الأحمر. سبحان الله. فأخذها المسلمون وأكلوا منها، فكفتهم إلى أن عادوا للمدينة. سبحان الله. فلما عادوا للمدينة ومعهم بعض الدهن من هذا السمك، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا انتهت هذه السرية. الآن نشرع في فتح مكة. شو نحكي ولا خلينا الأسبوع القادم إن شاء الله؟ شو؟ كفة؟ طيب نكفي اسمع طعين 3 شو؟ نكفي؟ يا شيخ لو انك ذكرت لنا شويه على قصه الحوت، فصلت لنا شويه في تفاصيل كثير ما عرفناهاش. هلا في تفاصيل ولكن مش كثير مهمه، منها انه ساعد انه لما اخذ الحوت قد ما هو طويل وقف في عينه قيس ابن سعد بن عباده، وكان من اطول الصحابه، دليل على انه كبير. هي عين الحوت. المهم تبدأ قصة فتح مكة بقصة مقدمة. تذكرون انه قلنا في درسنا الماضي او اللي قبل يمكن انه 2 من سادات العرب كانوا سيسلمون، لكن واحد من القافلة كان جاي قال: انتظروا ننظر خبر مكة لانه في صلح، اذا الصلح ماشي تسلمون، اذا مش ماشي طولوا بالكم. فذهبت القافلة، سيد القافلة هي في قريش، وإذا بنوفل ابن معاوية الديلي سيد بني بكر يحدث قريش أنه سيغدر بخزاعة، وكانت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر في حلف من؟ قريش. فنوفل سيد بني بكر يريد أن يغدر بخزاعة، وقريش عم توافق الحكي، ماشي معه بالكلام، يعني ما نكروا عليه أو صدوه من لا. فعلم هذا الرجل أن الصلح هذا هش. فعلا لما نوفل هذا اللعين حدث قريش وافقته، فذهب إلى قومه وأخذ مجموعة فرسان وذهبوا إلى الوتير. الوتير هي منطقة حد مكة بس خارج الحرم، خارج مكة. فكان هناك مجموعة من خزاعة كانوا مطمئنين الآن في صلح حديبية وفي أمان، وأي قبيلة تغدر تدفع من تحميها الثمن. فهذا نوفل أخذ الفرسان من بني بكر، وكانت خزاعة نصهم عم يصلوا كانوا مسلمين ونصفهم نائمون. وفي لحظة من الليل طبعا خزاعة غير مستعدين هجم عليهم، هذا نوفل هجم عليهم وبدأ يقتل في الناس. فخزاعة فروا، الآن مش مستعدين لقتال هن أصلا، مجموعة صغيرة، ففروا إلى داخل الحرم، فتبعهم نوفل إلى داخل الحرم. تخيلوا الآن غدر وبالحرم بمكة. فقال له اللي معه، قالوا: يا نوفل إلهك الحرم. فقال: إنكم لتسرقون في الحرم، أنتم بالحرم تسرقوا، أفلا تأخذوا ثأركم فيه؟ يعني كلمة كفر.
فدخل نوفل وبدأ يقتل بخزاعة على باب رجل من خزاعة كان خارج مكة لكن عنده بيت بمكة، هو بوذيل بن ورقاء الخزاعي. فبدأوا يقتلون في الناس على باب بيت بوذيل، وساعدتهم في الحرب بعض سادات قريش شاركوا بني بكر في قتل خزاعة، منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل أن يسلم، وسهيل بن عمرو كاتب الصلح يغدر، سبحان الله. فما زالوا يقتلون في خزاعة إلى أن طلعت الفجر، طلعت الشمس، فقالوا خلاص الآن الناس بتشوفنا عن نساعدكم، فسحبوا قوة بني بكر. لكن بعد مقتل 23 رجل من خزاعة لما سمعت بالخبر أرسلوا فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا 2، عمرو بن سالم وبوذيل بن ورقاء معه وفد. طبعا عمرو وصل قبل لأنه لحاله، فوصل عمرو بن سالم إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال عمرو أبيات شعر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة. قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد، يعني أنا منشد محمد بفكر بالحلف اللي بيننا وبينه. قد كنتم ولدا وكنا والدا، خزاعة يكونون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من أخواله. ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، نحن أسلمنا. ثم قال: إن قريشا أخلفوك الموعدا، قريش نقضوا عهدهم معك يا رسول الله. إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا. أبل قال يعني يخبره تفاصيل، قال: هم بيتونا يعني هجموا علينا بالليل، هم بيتونا بالوتير هجدا، هجموا علينا بالوتير ونحن نائمون، وقتلونا ركعا وسجدا، يعني حتى اللي كانوا عم بيصلوا قتلوهم. ونصبوا لي، لأن تفصيل، ونصبوا لي في كداء رصدا. كداء هي منطقة قرب الحرم وفيها بيت بوذيل بن ورقاء. ونصبوا لي في كداء نصبا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالليل يرغي مزبدا. المهم أخبره القصة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقام وهو يقول، يضرب على رجليه، يقول: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان. ثم وصل بوذيل بن ورقاء ومعه وفد خزاعة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. الآن قريش خافت، يعني راحت السكرة وأجت الفكرة، يعني غدروا ويعلمون أنهم لا طاقة لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعب أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحاربوه أو يقاتلوه. فاجتمعوا في دار الندوة، قالوا: شو بدنا نعمل هلا؟ نحن غدرنا، شو الحل؟ وكان حاضر معهم في الاجتماع رجل مرتد، هو عبد الله بن أبي السرح. هذا أسلم ثم ارتد، وكان هذا عبد الله من كتاب الوحي، لكن سبحان الله ارتد ثم أسلم فيما بعد، أيام بعد الفتح بقليل يعني. في هذه الأثناء كان بعده مرتد،
فقال عبد الله بن أبي السرح: أنا أعرف محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرف تفكيره، وأعرف ماذا سيفعل. قالوا: شو بده يعمل؟ شو بده يفعل؟ قال: أول شغلة سيخيركم ويعرض عليكم أن ترفعوا الحماية عن بني بكر. شنو اللي غدروا؟ ارفعوا عنهم الحماية، ونحن ما دخلنا فيها، برؤوا منهم، فيقتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف نخذل حلفائنا؟ إذا فعلنا هذا فلا يحلفنا أحد بعد اليوم. إذا غدرنا، إذا فكينا حلفنا مع بني بكر، ما عاد حدا بيحلفنا أصلا. فقال: إذن سيطلب منكم أن تدفعوا ديات القتلى. يعني إذا ما تتخلوا عن بني بكر سيطلب منكم أن تدفعوا ديات اللي قتلتم 23 واحد. فقالوا: لو دفعنا الديات ستأخذ خزاعة كل أموالنا. قال: الحل الثالث أن يقاتلكم، أنتم حلفاء مجرمين، إذا أنتم مجرمون فسيقاتلكم. أنا هذا رأيي يقول. فقالوا لأبي سفيان: اذهب إلى المدينة وانظر الخبر. بكي محمد معوش خبر، فاذهب إلى المدينة وجدد الصلح. يعني الصلح قد ايه مدته؟ 10 سنين، خليه 20 سنة. يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالخبر بعد يعني. فذهب أبو سفيان، التقى في الطريق بعودة من؟ بوذيل ابن ورقاء. فقال: يا بوذيل وين كنت؟ فقال: كنت بخيبر. هو لا يريد أن يخبر أبو سفيان أنه كان بالمدينة. قال: كنت بخيبر وصيري تأتئ، ثم انصرف. فأبو سفيان ذكي، لما انصرف بوذيل، طبعا لما تمشي البعير بترك أثر، بترك روث. فقال أبو سفيان: حمل الروث تاع البعير، فته فإذا به نواة التمر. فعلم أن بوذيل كان في المدينة، لأن أهل المدينة يطعمون الإبل تمر من كثرته يعني. فعرف أنه كان بالمدينة. فقال: كذب بوذيل، كان بالمدينة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالخبر. الآن أسقط في يد أبي سفيان، شو بده يعمل؟ فذهب إلى المدينة فاستأذن على ابنته. وابنته تكون مين بنته يا إخوان؟ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على بنته أراد أن يقعد على الفراش، فأسرعت أم حبيبة وأخذت الفراش من تحته. أسرعت وأخذت الفرش من تحته. فقال: لماذا فعلت هذا يا ابنتي؟ يعني ليه أنت الفرش من تحتي؟ هل لأني سيد إنه عيب أقعد على فرشة غيري؟ ولا لأنها فرشة زوجك؟ يعني ليه أنت فرش من تحتي؟ فقالت: يا أبتاه إنك مشرك نجس. شوفوا الآن تكلم أباها: إنك مشرك نجس، وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تجلس عليه. يعني تحكي مع مين؟ مع أبوها. سبحان الله يعني. شوفوا الإسلام كيف غير النفوس. فقال: لقد أصابك بعدي شرا يا ابنتي. لكن هو جاي مهمك أكبر من هاي، فما علق، ما عقب. فخرج فالتقى أبا بكر الصديق. قال: يا أبا بكر، دعنا أخي كلم محمد إنه نزيد الصلح ونزيد المدة وكذا. قال: أنا لا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بشيء، هذا الأمر خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتصرف فيه، نحن ما لنا علاقة، ما لنا دخل. فذهب إلى عمر. طب أخطأ العنوان يعني. قال: يا عمر، توسط لي عند محمد. قال: أنا
أنا أتوسط لك عند محمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا سفيان لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم مع الذر، أنا أتوسط لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال جزاك الله من صلة رحم شرا يا عمر، يعني لو راح شر هو عند الغلط. فذهب إلى عثمان رضي الله عنه، هو بده حدا يساعده، وعثمان من قبيلة أبي سفيان من بني أمية. فقال يا عثمان أنت منا فتوسط لي عند محمد. شوف الذل الآن، أبو سفيان كان سيد مكة يذل الآن، كانت وسطت بس حتى محمد يكلمني بس. فقال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيت أمرا لا ندري ما هو، وما حدا بدخل بالأمر، ما صعب يعني. فذهب إلى علي، يا علي أنت ابن عم محمد وأنت منا وأنت كذا، فتوسط لي. ثم كلم فاطمة قال يا فاطمة أنت ابنته. قالت والله ليس للنساء شأن في هذا، النسوان ما دخل بها الموضوع. فقال إذن خلي ابنك الحسن، كان صغير، خلي حسن بس، يعني أنت احكي باسم الحسن. قالت إنه أصغر من هذا وأذل، صغير. فقال علي يا أبا سفيان روح مكة على المسجد النبوي، روح على المسجد وقل أنك تريد أن تزيد المدة. قال أتظن أن هذا يغنيني شيئا؟ قال لا، ما بغني عنك شيء ولكن حاول. فأبو سفيان دخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، فعلم أبو سفيان أن الأمر انتهى. فقال أنا سيد مكة وأنا سأزيد في المدة والعهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك، هذا كلامك، ولكن ليس له تأثير. فتكلم ثم ذهب. فلما عاد إلى مكة قالوا يا أبا سفيان شو صار معك؟ فأخبرهم. قالوا والله يا أبا سفيان ما زاد علي إلا اللعب بعقلك، ضحك عليك يعني. وفي هذه الأثناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصار على مكة، لا تأتي الأخبار إلى مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعم عنهم الأخبار، فانقطعت الأخبار عن مكة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة. تفاصيل أكثر عن هذه الغزوة وهذا الفتح العظيم وما جاء وما حصل في هذا الفتح هو حديثنا في درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.